ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة بودكاست جديد مع دكتور مروة سليمان. دكتور مروة هي حاليا دكتورة في جامعة MSA، وعندها أكتر من 22 سنة خبرة في مجال البرمجة. ويعني الدكتور خبرتها ما بين التدريس والبرمجة، وهنحاول نستفيد منها النهاردة أقصى استفادة ممكنة يعني، ونتمنى ما نتعبهاش. اتفضلي يا دكتور، يعني عرفي نفسك. أنا آسف لو أنا طولت. هلو يا ماريو، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. و... وانا اكسايتد جدا ان انا الحقيقه البودكاست النهارده مع شاب واعد، والسيجمنت بتاعتنا من الشباب. فانا اسمي مروه سليمان، معايا PhD في في حاجه يعني كده. كان موضوع صعب شويه: Strategic Performance Measurement Using Business Intelligence Techniques. وخريجة جامعة حلوان. كنا احنا أول دفعة كمبيوتر ساينس، وبقالي تقريبا 24 سنة خبرة، يعني بقوم 24. أزيد شوية. اوكي. خبرتي ما بين الاندستري، being a programmer، وبعدين بعد كده head of development، وبعدين head of portals، وبعدين بقى اترقيت بقى لحد ما بقيت جنرال مانجر ومانجنج دايركتور. ودلوقتي الحقيقه مركزه في مجال الاكاديميا الى جانب الكونسلتيشن سيرفيسز في مجال الديفلوبمنت ويعني والتطوير التكنولوجي في اي ناحيه من النواحي يعني، بكل اشكاله. وانا دلوقتي اسيستنت بروفيسور في MSA University، وبدرس الميجر بتاعي سوفت وير انجينيرنج، كل ما يتعلق بقى بالسوفت وير انجينيرنج يعني. تمام جدا. طيب احنا الاول هنسأل شوية اسئلة اجتماعية، بعد كده هنخش على التكنيكال على طول. طبعا. طيب اول حاجة يا دكتور، هل كان في، يعني السؤال ده انا سألته قبل كده بس اسأله تاني الصراحة، هل كانت في تشالنجز او تحديات بتقابلك في بيئة العمل كبنت؟ يعني مثلا هل في مرة لقيتي ان مثلا في مدير مقتنع ان في حاجات ينفع يعملها الولد البنت ما ينفعش تعملها؟ لو في عندك examples مثلا. هي ما كانتش معايا انا، يعني هي كانت مع ناس حواليا، بس انا الحقيقه كنت من كتر ما انا كنت اكتف، ومن كتر ما انا كنت يعني عايزة أشتغل وعايزة أعمل حاجات. طبعا أول ما بتدخل البنت بيئة العمل كده بيبقى فيه كده تخوفات وشك towards إن هي ممكن تضيف لبيئة العمل ولا لأ. الكلام ده الحقيقة يعني من زمان ولسه لحد دلوقتي، إنه بنشوف بنتلمس كده إنه البنت دي هتبقى شاطرة ولا مش شاطرة. بعد شوية لما بتبتدي البنت تثبت خبرة وتثبت كفاءة، فخلاص بنبتدي نعتمد عليها. ولكن لحد دلوقتي في شركات في الوطن العربي بترفض انها تشغل بنات بسبب الحياة الاجتماعية بتاعتهم، بسبب ان هي ممكن تتزوج وتجيب بيبي وهكذا. ومع انه البرفورمانس بتاع البنات في بعض الاحيان بيبقى زايد شوية عن الجنس الاخر. الكلام ده هيزعل ناس مني، لا لا بس لا، عادي. ده حقيقة. وبشوف انه البنات مش عارفة ليه بقوا اكثر التزاما لا دي حقيقة. I و agree و اصلا. واكثر حرصا على ان هم ينجحوا ويعلوا وياخدوا حاجات، وتبقى البنت قوية وعندها من الشجاعة انها تجرب حاجات جديدة وتتعلم حاجات جديدة. مش عارفة ده بسبب ايه الحقيقة، مش عارفة. لكن طبعا في تحديات. انا شخصيا ما قابلتش التحديات دي بشكل كبير في الرحلة بتاعتي بتاعت ال يعني الأكاديميا والإندستري. الحمد لله لقيت ناس تشجعني. لكن أنا كمان كنت على الناحية الأخرى على قدر كبير من المسؤولية، إنه أنا اتحطيت في مكان، فأنا هعمل كل اللي عليا في المكان ده، بحيث إنه يعني زي ما بيقولوا كده إيه، أقفل العداد. يعني what does it take علشان to succeed in a position, in a specific position. ايه الكواليفيكيشنز، ايه السكيلز اللي انا لازم اخدها علشان اقفل الحته دي ويتقال عليا ان انا فعلا شاطره. فكنت ادور ايه اللي هينجحني في الحته دي، ايه السكيلز اللي انا محتاجه اتعلمها، ايه الكورسز اللي انا محتاجه اخدها، واخدها بسرعه جدا ما بضيعش وقت. فلما كنت باثبت كفاءه، فالمانجرز بتوعي اللي هم لاكي مي كانوا كلهم رجاله الحمد لله،
آه يعني كانوا بيشجعوني جدا 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 حقيقي. وده من فضل ربنا وتوفيقه يعني. لكن الحقيقة انه في تحديات كتير بتقابلها البنات حتى لحد دلوقتي على فكرة. آم، مش عارفة ليه، مش عارفة ايه السبب. لكن اتمنى انه يتبص يعني لبوث الميلز والفيميلز بنفس النظرة، اللي هي مش محقرة لجنس عن الجنس الآخر يعني. تمام. طب عايز أسأل سؤال، هل الموضوع بتشوفيه أكتر ليه علاقة بالثقافة والعنصرية، ولا هو حتة الرأسمالية يعني؟ هل هما يعني مش عارف. لا، الموضوع له العلاقة أكتر بالثقافة مم. الحقيقة. بالثقافة مش الرأسمالية. آم، لا لا، أنا ما بشوفش إنه يعني مثلا هي الثقافة بتيجي الأول، وبعدين بعد كده في بعض الشركات رأسمالية. يعني يقول لك أنا هدي الست إكس، هدي الراجل 2 إكس. وده للأسف في بعض الشركات، لكن مش في كل الشركات. لكن هو الموضوع له علاقة أكتر بالثقافة. أنا مرة الحقيقة يا ماريو، يعني أنا اتعرضت لموقف غريب جدا، انه انا كنت مانجر ناجحه جدا والحمد لله، والموظفين بيحترموني، وده الاساس يعني، مش بيحبوني بس. وبعدين جه موظف قال لي يعني انتي ست. at the end of the day you are a woman, you are a female. وانا كنت عامله اللي عليا تماما كمانجر، وكنت ثابته كفاءه رهيبه يعني، لحد ما وصلت لاني بقيت ديبيوتي جنرال مانجر لشركه كبيره جدا وكده. فانا برضو انا مشفق عليكي. فالحقيقه انا استغربت جدا انه انا لو كان في راجل ماسك نفس البوزيشن، اعتقد ان هو كان هيعمل نفس اللي انا بعمله ويمكن اقل. يعني يعني I was fighting for the rights of my employees. أنا كنت بخوض خناقات مثلا علشان أجيب للناس حقهم. كنت بقعد أسمعهم تجارب، بقعد أعمل لهم trainings، بسات process محترمة، بسات environment محترمة. يعني ما بسيبش الناس إنها تغلط، بعمل preventive actions عشان الناس ما تغلطش. فانا استغربت قوي. this is not يعني الحقيقه حاجه من الكابيتاليزم، دي مش رأسماليه بقى، ده ثقافه. ده ثقافة هو ده. موروث في دماغه انه انا at the end of the day المديره بتاعتي دي ست. ونفس الشخص ده بعد كده قال لي انا ما شفتش، يعني لما راح شركات تانية الحمد لله يعني، قال لي انا ما شفتش مدير زيك. فهي بتبقى ثقافة. واعتقد انه برضو مش في كل البيئات ولا في كل يعني هو البيت عليه عامل كبير قوي 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 حقيقي. انه الولد زي البنت، هو المجتمع بيصنفنا، وبيصنفنا راجل وست. حتى الفلون البشرة، حتى في الشكل، حتى يعني في في كل تصنيفات حاجة، في للأسف كل الشديد. حاجة، في كل حاجة. وللأسف يعني يعني ده بقى من وانت طفل، الحاجات دي بتكبر معاك. و... ويعني الشيء بالشيء يذكر. يعني أنا يعني بوصي الناس إنه لو عندنا أولاد يا جماعة، بلاش نخليهم يجيبوا سيرة دين، ولا جنس تصنيف اللي هو ميل وفيميل، ولا ابيض واسود، ولا ده مليان ولا رفيع. التصنيفات دي تبقى فوربيدن في البيت. فلما الولد او البنت ينشأوا على انه ما فيش فرق بيننا ابدا، وما ينفعش ان انا اقول الراجل اللي هو مليان شويه، ما ينفعش اقول الست اللي هي مش عارفه مناخيرها عامله ازاي، لانه ده بيحصل كتير، بيحصل كتير جدا، وده اساس التنمر بالمناسبه. ما ينفعش ان انت تصنف حد قدامك بالشكل ده، وما ينفعش ان انت تبقى بايزد، يعني محايد ومش نيوترال. مش محايد، سوري، ومش نيوترال تجاه شخص ما علشان ده بيلبس كويس وده شويه لا، او ده مثلا كذا وده كذا، او ده توجهاته في الحياه كذا وده كذا. دي الحقيقه بتفرق قوي، النشأة بتفرق جدا. تمام. حلو جدا. يعني ده جزء. طب هقولك على حاجة.
لو بالنسبة لبنت بتشوف حضرتك مثلا في البودكاست ده، انا هحاول اتقمص دورهم دلوقتي، وهي عايزة ايوه. تاخد منك يعني مثلا اهم 3 او 4 او 5 نصائح لسوق العمل، هتكون ايه؟ انا يوجوالي الحقيقه ما بوجهش النصايح بتاعتي للبنات، بس لانه انا بعامل البنات زي الولاد. هو انت عليكي، انت مش بنت اللي هو مش هتيجي تعيطي لي فمثلا ايه هديكي درجات اعلى، ولا هتيجي تعيطي لي في الشغل. انت عارف ان البنات بيبقوا شويه ايموشنال شويه. تمام. آه فهاخدها من هنا، I'll take it from there، وهقول لها don't be emotional. البنت زيها زي الولد، ما دام ارتضيتي ان انت تنزلي سوق العمل وتشتغلي، يبقى الريسبونسبيلتيز بتاعتك هي الريسبونسبيلتيز بتاعت الولد. فما ينفعش خالص انه في بعض البنات للاسف انا بشوفهم دلوقتي متدلعين قوي للاسف. مجالنا يمكن الحمد لله البنات زي الولاد، يعني يمكن البنات دلوقتي ابتدت تكتسح يعني. عارف سوفت لكن وير. سوفت وير هي شي از ا مايند. صح. والحقيقه ان انا وانا مديره بعامل الناس اللي معايا انهم مايندز، مش بغض النظر عن انه ده ميل او فيميل. النصيحه التانيه انه الحقيقه let go. let go يعني ايه؟ let go يعني سيبي الامور تمشي، ما تقفيش عند كل موقف. البنات ساعات بيبقوا اشطر من الولاد في بروفيشنز معينه زي الكواليتي كنترول، بيبقوا ديتيلد اورينتد، بتعرف تجيب الباج والايشو والمش عارفه ايه. لكن ما تبقيش ديتيلد اورينتد في الحاجات التانية. لازم تشوفي الفيجن، ذا بيج بيكتشر. والا ودي على فكره مشكله عندنا في المجتمع سواء في البنات او في الولاد، ان احنا مش فيجنري، ان احنا مش باصين لوات از نيكست، ان احنا مش حاطين تارجتس. تمام. النصيحة الثالثة ان انت تحطي تارجتس، او ان حضراتكم تحطوا تارجتس اوبجكتيفز حقيقية ممكن تنفيذها. يعني ما تحلمش، ما تقولش انا هبقى بيل جيتس. ايوه ازاي؟ ما انت لازم تكسر الحلم ده علشان تقدر تعمل مايلستونز تعرف توصل لها. ده للبنات وللولاد بالمناسبة. النصيحة الرابعة انه الحقيقة الكوميونيكيشن سكيلز والسوفت سكيلز اللي عندك بتفرق قوي قوي قوي. تمام. being a good communicator، يبقى عندك persuasive skills، تعرف ازاي تقنع اللي قدامك بحاجة، يبقى عندك طريقة حوار محترمة. احنا آفة الدنيا عندنا يا ماريو في الكوميونيكيشنز. حقيقي مش بنعرف نكوميونيكيت مع بعض. لازم الكوميونيكيشن يوصل لخناقة، يا إما الناس تشيل من بعض. This is business. احنا مش قاعدين مع بعض على كافيه. فالبيزنس معناه ان احنا بنتكلم the same language، وان احنا بنعرف نوصل لبعض. لانه احنا at the end of the day احنا بازل بنكمل بعض. ومهنتنا دي مهنة خطيرة جدا. لو فيها واحد بيلعب لوحده مش هيجيب الجول على فكرة. فدي شوية نصايح صغيرة كده يعني، انه يعني لازم الحقيقة كمان المنتال هيلث بتاعتنا. الحقيقة بقت الدفاعات النفسية بتاعتنا ضعيفة جدا، سبب حاجات كتير قوي. يعني بنقع على أتفه موقف. فالحقيقة انه الناس اللي المنتال هيلث بتاعتها ضعيفة، انا دايما بوصي لانه seek for help. قول ان انا بقع دلوقتي، انا محتاج مساعدة، لانه العالم كله طريقه العيشه بقت هكتك، بقت البيستون بقى سريع بقى كده. فلازم يعني تعرف ازاي تقوم نفسك لما تيجي تقع، لما تيجي تبقى ضعيف، لما شويه. كتير مننا قوي ما بيحبوش يروحوا الشغل مثلا في يوم. لا ده مش احنا مش يعني مش واخدين تشويس. انت لازم مش تروح اختيار. الشغل، لازم تشتغل، لازم بالظبط. الشغل ملوش دعوة خالص بانه انت دلوقتي عندك ظروف ولا ما عندكش ظروف ولا الكلام ده. انا بقول ده الحقيقة فور بوث، يعني البنات والولاد، لانه الحاجات دي مهمة جدا جدا علشان تخليهم يعملوا ادفانسمنت للحياة بتاعتهم وللكارير بتاعهم. حاجة مهمة قوي، نصيحة أخيرة هقولها، انه ما تفتكرش انك قفلت العداد في حاجة، لانه ما بيتقفلش. يعني ما تبقاش لسه شاب صغير لسه متخرج
ولسه قدامك حياة واسعة وتقول لي انا عايز ابقى CTO، او انا مثلا اونر اوف كذا، او انا مش عارفة الحاجات دي بسمعها من البنات ومن الولاد بوث على فكرة. فبنفتكر ان احنا مادام اتعلمنا لغتين ثلاثه وشويه فريم وركس على شويه ديف اوبس على شويه مش عارفه ايه، فاحنا كده بنعرف نعمل الحاجات فاحنا تمام. لا يا جماعه، احنا مش تمام. احنا كل يوم بنتعلم حاجه جديده as we speak. في ناس بتديفلوب ورانا وبتطور، وممكن فيرجن جديده تنزل من حاجات كتيره قوي يعني موجوده في السوق. فالتواضع هو سمة الناجحين، وسمة الناس الشاطرة الجميلة اللي بتعرف توصل في الحياة. مادام طول ما انت متواضع وبتسمع الآخر، يعني هتبقى في حتة تانية خالص. لكن افتكرت ان انت قفلت العداد او قفلت العداد واديت الكتف للناس كده واوعوا بقى يا جماعة وسعوا لي، ده انا الحد اللي ما فيش مني. آه، بتيجي في وقت من الأوقات الحقيقة بتبقى في مشكلة كبيرة. دي تمام. شوية نصايح صغيرة كده. هسأل في حاجة برضو. هو حضرتك قلتي البي اتش دي بتاع حضرتك هو حاجة في البيزنس، انا ما ركزش فيه، بس هو حاجة ريليتد بالبيزنس والتك مع بعض، صح كده؟ صح. طيب صح بس كده. عندي سؤال. ايه أهمية فهمي للبيزنس في الشغل؟ يعني هل بتفرق قوي ان واحد يكون فاهم البيزنس دومين اللي بيشتغل فيه ولا لا؟ يا نهار أبيض، ده سؤال خطير. ده سؤال خطير جدا. احنا لما بندرس سوفت وير انجينيرنج في الجامعات الحقيقة، وانا ابتديت تدريس بعد ما خدت دكتوراه وبعد ما اشتغلت في الاندستري كتير قوي، علشان هدف ان انا يعني انقل الخبرات اللي بره، وهي كلية عملية، فانقل الخبرات اللي بره للولاد في الجامعة. دي حاجة مفروغ منها. كونك ان انت بتفهم البيزنس اللي انت شغال فيه كسوفت وير انجينير، تمام، او كاي حاجه تانية حوالين في الايرا بتاعتنا اللي هي سوفت وير انجينير، كواليتي كنترول، حتى لو مثلا ماشين ليرنينج ديفلوبر، اي ديفلوبر، وات ايفر واتسو ايفر. تمام، مش هنتكلم طبعا البيزنس اناليست، لانه البيزنس اناليست هو اللي بيحط ريكويرمنتس. لكن فهمك للبيزنس بيفرق معاك جدا في الكواليتي بتاعت شغلك، في الاوتبوت اللي انت هتطلعه. شيء مفروغ منه وشيء اساسي ورئيسي انه حضرتك او حضرتك تكونوا فاهمين اللي انتوا بتعملوه، فاهمين اللي بتشتغلوا فيه. ما تبقاش واخد ريكويرمنت صغيره وابتديت ان انت تعمل لها ديفلوبمنت وانت مش عارف الريكويرمنت دي بتاثر في ايه وهتتاثر بايه. تمام. في حاجه اسمها انتجريشن، في حاجه اسمها كونتينوس ديفلوبمنت، في حاجه اسمها في حاجات. ده بيأثر في السايكل كلها بتاعت ان انت بتعمل برودكت. at the end of the day انت بتكونتريبيوت، بتقدم ايه؟ بتقدم منتج. بتقدم منتج بيخدم على ايه؟ بيخدم على بيزنس. كون ان المنتج بتاعك مش هيبقى كويس، ده هيخسر البيزنس فلوس. تمام. وبالتالي لو البيزنس خسر فلوس، انت كمان مش هتبقى موجود، مش هتكسب فلوس. بنقولها كده بالبلدي. تمام. ده الشق البيزنس وايز واللي متعلق بالفلوس والكلام ده. الشق بقى المتعلق بالتكنيكاليتيز، جزء كبير من الكواليتي والاوتبوت بتاع حضرتك كسوفت وير انجينير او كحد بيشتغل في التكنولوجي مرتبط ارتباط وثيق بمدى جاهزيتك ان انت تتعامل في كل انواع البيزنسز وتابزورب نوليدج عن different business domains. يعني احنا بنخدم على اندستريز، هتخدم على اندستري فيها السستينابيليتي بروجكتس اللي هي الجو جرين والحاجات الحلوه دي. بتشتغل في الفينتك، الحاجات اللي فيها فاينانشالز والبانكينج سيكتور وكده. بتشتغل في بتقدم سولوشن في بزنس، بتشتغل اي ار بي سولوشنز. كل ده لازم تبقى فاهم البيزنس رايح فين وجاي منين. حاجه مهمه قوي قوي، الديفلوبر مختلف عن السوفت وير انجينير، ودي للاسف دايما بقولها حتى في البودكاست، في المحاضرات. كونك سوفت وير انجينير ده معناه ان انت بتبقى يعني انفولد في البروسيس بتاعه السوفت وير ديفلوبمنت من اول ما بيبقى البرودكت بتاعك فكره
ده لو انت بتعمل برودكت او لو انت بتعمل كاستمايز سولوشن لعميل، لازم تبقى بتقعد وبتسأل وبتعرف وبتفهم هو بيعمل البيزنس ده ليه، هو البيزنس ده هيكونتريبيوت، او الويب سايت ده ولا البلاتفورم ده هيكونتريبيوت للبيزنس بايه، هيجيب لهم قد ايه فلوس. دي حاجات على فكرة لازم تسأل فيها، مش عيب ولا حرام. الريكويرمنتس، مدى جاهزية الريكويرمنتس، تمام، ومدى جاهزيتك انت لاستقبال الريكويرمنتس دي مهمة قوي. جاهزية الريكويرمنتس معناها انه حضرتك لازم تبقى بتعرف تقرا الريكويرمنتس علشان تقول الاخطاء اللي فيها. طب هو انا هطلع اخطاء كسوفت وير ديفلوبر او كسوفت وير انجينير؟ اه قوي قوي. طلع اخطاء او طلع مشاكل او طلع انكواريز واسئله، ده مهم جدا جدا. كويس. طب مدى جاهزيه الريكويرمنتس دي هيفرق معاك في ايه؟ هيفرق معاك في انه شغلك هيبقى اسرع، لان انت خلاص انت واحد اتحطيت اون تراك، الريكويرمنت دي احنا ازحنا بيها خلاص، تمام. هيبقى شغلك احسن لان الكواليتي بتاعتك هتميت الكلاينتس سبيسيفيكيشنز، تمام. هيبقى بعد كده التايم اللي بنستهلكه في ان احنا نعمل ري ورك اقل، لانه مش هنيجي في النص هنعطل ايه ده انا عملت غير الريكويرمنتس بتقوله خالص. الريكويرمنتس دي هي ترجمه البيزنس، ترجمه اللي بيطلبه العميل. واحنا at the end of the day حتى شركات السوفت وير كلاينت سنتريك، انت بتخدم على العميل في الاول وفي الاخر. كونك بقى واحد جيك ومش عارفه ايه وقاعد تحت ورا شاشه والكلام الحلو ده ما بياكلش في البيزنس خالص. at طبيعي. the end of the day we are serving a specific business domain، وبالتالي العلاقه بين البيزنس والسوفت وير علاقه وثيقه. حاجه تانية يا ماريو مهمه قوي انا دايما بقولها، انه احنا مش صحراء، بس احنا بفكر ما ان احنا بنسهرش. هندوس على زرار بالظبط، الابلكيشن مش هيطلع. شويه، بالظبط مش شويه لاينز اوف كود هيعملوا لنا سوفت وير هنخدم بيه على البيزنس فالعميل هيبقى مبسوط، واحنا كده ايه، مثلا ما كلفناهوش غير اكس وهو هيكسب بينا 3 اكس. جزء كبير من المهمه بتاعتك كسوفت وير انجينير او كحد يعني موجود في التكنولوجي، هو ان انت تعرف تكوميونيكيت انه يا جماعه ده this will not fit. اذا ما كانش البيزنس ده في بروسيس محترمه والسوفت وير هيجي يركب عليها علشان يخدم على البيزنس او يساعد البيزنس في ان هو يعمل جروث، تمام، يبقى انا السوفت وير بتاعي ملوش لازمه. احنا مش بنسح، مش هنكتب شويه لاينز اوف كودز فهنطلع حاجه. وانت لازم تبقى فاهم ده وتفهمه للعميل، لانه كونك سوفت وير انجينير انت بعد كده هتبقى راجل بقى تيم ليدر، هتبقى راجل ممكن تبقى بروجكت مانجر بعد كده، ممكن تبقى برودكت اونر، ممكن تبقى اركيتكت. كل دول لازم يكونوا على نفس الديسيبلين، اللي هو احنا ملتزمين بحاجه معينه بتفيد البيزنس، وفي نفس الوقت السوفت وير بتاعنا ده مش هيروح كده هباء منثورا، لا ده حاجه له قيمه وقيمه عاليه، بيخدم على البيزنس في ايه. لازم تديفند بقى ان السوفت وير ده انا بعمله علشان بيخدم على البيزنس 1 2 3. تمام قوي. طب هو انا هنتقل من الحته دي لسؤال تاني. انا بشوف يعني برضه قولي لي رايك، لو واحد مثلا حابب يفتح بيزنس وهو سوفت وير انجينير، فانا بشوف ان انت من خلال يعني البيزنس او كذا حد عنده بيزنس، حضرتك قلتي ان احنا ما عندناش فيجن، تمام. ايوه ايوه. هل ممكن من خلال ان انت تشوف كذا بيزنس اونر يبتدي يتكون عندك فيجن وبيزنس مايند سيت؟ يعني هل طبعا. انت عندك الاوبورتيونيتي دي؟ وعايز اتكلم في الحته دي اكتر، لان ناس كتير بتقول انا نفسي ابقى غني. انا بحس السوفت وير انجينيرز عندهم كنز بس هم مش واخدين بالهم، فيعني عايز اجو صح. فurther في الحته دي. هو مدى جاهزيتك ان انت تبقى تفهم البيزنس هو اصلا بتيجي من وانت طالب، تمام. كل كليات الكمبيوتر ساينس في مصر فيها قسم سوفت وير انجينيرنج او حتى قسم كمبيوتر ساينس، بياخدوا requirements analysis وديزاين requirements implementation، وبياخدوا السوفت وير methodologies والكلام الجميل ده. طيب بعد ما بتتخرج في responsibility مهمة قوي بتقع على المانجر او التيم ليدر، ان هو يخليك مؤهل لان انت تو ابزورب البيزنس ريكويرمنتس، ان هو يعمل لك انفولفمنت، يخليك تتكامل، تمام. ما يديكش ريكويرمنت وخلاص ويقول لك هي دي واعملها،
مفيش حاجه اسمها كده. التيم ليدر الشاطر هو اللي بيبقى ماسك الفلاج بتاع الفيجن بتاع الشركه اللي هو فيها، المؤسسه اللي هو فيها، وبعدين الفيجن بتاع البرودكت او البروجكت اللي احنا بنعمله. فدي تاني ريسبونسبيلتي، فمسؤوليه بتقع عليك كطالب، بتبتدي تجهز نفسك لده من الاول، وبعدين وطبعا بتقع على المؤسسات التعليميه والدكاتره اللي في الجامعات بالمقام الاول، وبعدين بعد كده المسؤوليه بتيجي على التيم ليدرز والمانجرز في شركات السوفت وير. بعد كده لو تهيأت لك الفرصه دي، او حتى ما تهيأتش ليك، ما انت بتسمع اهو، اخلقها. اطلب ان انت تقعد في ميتينجز، اطلب ان انت تشوف الريكويرمنتس مره واثنين وثلاثه، اطلب ان انت تبقى انفولفد، اسال كتير قوي 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 عشان يعني تشوف الفيجن دي. في ناس منكم كتير جدا بتشتغل فريلانسنج، تمام؟ مفيش حد مننا ما اشتغلش فريلانسنج يعني، على كافه المستويات. الفريلانسر ده بتتاح له الفرصه ان هو يتكلم مع كلاينت، يتكلم مع بيزنس اونر، وكلامك مع البيزنس اونر بيديك سعه افق، بيوسع المدارك بتاعتك، تمام؟ الا لو انت داخل بقى ايه، لابس الهات بتاعت ان انا يا جماعه سيبوني انا سوفت وير ديفلوبر، انا هعمل لك الشغلانه دي، هنحت وهمشي. يعني ده بيبقى صعب قوي قوي ان هو يتعلم، تمام؟ ففي opportunity، طبعا في opportunity كبيره ان انت لما تقابل بزنس اونرز يبقى عندك perception كبير جدا جدا عن ان الكلاينت بيبقى الاسبكتس بتاعته ايه، بيبقى الكاركترستكس بتاعته عامله ازاي اتعامل معاه، ايه نوع الدوكيومنت اللي بتربطني مع الكلاينت. جزء كبير جدا من ان انت تبقى فاهم بيزنس ان انت تعرف تعمل دوكيومنتيشن، تعرف تكتب. وللاسف الشديد احنا عندنا مشكله في الحته دي. علشان تضمن العلاقه بينك وبين الكلاينت ده، في اس ال اي اجريمنت، في كونتراكتس، في حاجات، في ريكويرمنت سبيكس بيمضي عليها، فانت كونك سوفت وير انجينير لازم تبقى عارف الكلام ده، ولازم تبقى متحضر له، وبتعرف تعمله، وبتعرف تديفند شغلك بايه؟ بحاجتين مهمين قوي، بالكواليتي وبالدوكيومنتيشن بتاعت شغلك، تمام؟ وطبعا الامبريلا الكبيره بقى بتاعتنا اللي هي الاثكس، تبقى عندك اخلاقيات. فلا، مش بعيد ابدا عن اي يعني حد سوفت وير انجينير لسه صغير ان هو يبقى عنده بزنس اسبكتس. وبالعكس احنا عندنا على فكره وظائف ما ينفعش غير ان انت تفهم الداتا علشان تشتغل الوظيفه دي. داتا ساينتست مثلا ما ينفعش غير ان انت تفهم البيزنس، هتطلع لازم داشبورد ازاي، هتتعامل مع الداتا ازاي. تطلع اي اي ريبورتس ازاي. انجينير ده مهم جدا جدا. سايبر سيكيورتي انجينير. شوف كل الحاجات لازم تبقى مهروس في قلب البيزنس عشان تتعامل مع الداتا. في الاحيان كتيره جدا جدا بنقع في مواقف ان احنا بنضطر نعمل مايجريشن للداتا. عندنا داتا بيز قديمه وداتا بيز اللي هي تو بي في الاركيتكتشر الجديد بتاع السوفت وير، واحنا عايزين نمايجريت مليونز اوف ريكوردز. هتعمل المايجريشن سكريبت بتاعك ازاي، ولا المايجريشن تول بتاعتك ازاي، وانت مش فاهم الداتا، وانت مش فاهم العلاقات؟ applications ما بينهم. فالحقيقه انه البيزنس يعني هو يعني عامل كده مع السوفت وير، الحقيقه جزء لا يتجزأ. حلو قوي. طيب هو في حاجة حضرتك قلتيها ان الموضوع ده بيبدأ من الجامعة، صح كده؟ ايوه طبعا. هتكلم شوية بقى عن ايوه. الجامعات. الكواليتي بتاعت التعليم عندنا حضرتك شايفاها ازاي، وايه اللي محتاج يتطور فيها؟ الحقيقه انه انا شايفه ان الكواليتي بتاعت التعليم ب يعني عماله تقفز، وده عكس ما ناس كتير هيقولوا، وده عكس ما شباب كتير بتقعد تشتكي وتقول احنا ما بناخدش حاجة في الجامعة ومش عارفة ايه. انا شايفة، انا اشتغلت في جامعات خاصة كتير جدا، وطبعا انا خريجة جامعة حلوان، فكنت بشوف كمان الشباب المنورين بتوع الجامعات الحكومية. انا شايفة انه في competitiveness عالية جدا 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 بين الجامعات وبعض، في ان هم يدوا الولاد اللي هم محتاجينه لسوق العمل. وشايفة انه زمان كان في جاب كبيرة قوي بين اللي بناخده في الجامعة وبين الاندستري. دلوقتي الجاب دي ابتدت تقل بشكل كبير قوي.
آم، وشايفة كمان انه يعني انا هتكلم عن الجامعة اللي انا فيها. احنا عندنا الولاد الحقيقة ما بنديهمش فرصة ان هم ما يشتغلوش، ومفيش اقسام سوفت وير انجينيرنج ولا كمبيوتر ساينس في مصر ما بتديش داتا ستراكشر والجوريثمز وماشين ليرنينج واي اي وسوفت وير انجينيرنج وسوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز وويب ديفلوبمنت. مفيش حد ما بياخدش الكلام ده. فالحقيقه انه اللي بيقول ان انا ما اتعلمتش في الجامعه دلوقتي، انا ما يعني ملوش ما بلتمسلوش عذر، يبقى هو اللي ما اشتغلش على نفسه. آه وبص يا ماريو، هقول لك حاجة يعني يمكن أنا دايما بقولها حتى للشباب اللي أنا بدرسهم. الأكاديمية بتديك من 20 ل 30 40% من الحياة العملية، لأنه at the end of the day أنت لو ما كنتش متعلم concepts صح مش هتقدر تimplement صح. يعني ما ينفعش تشمر وتدخل تكتب كود، مفيش حاجة اسمها كده. لازم تكون عديت على داتا ستراكشر، ولازم تكون فهمت يعني ايه اري، ويعني ايه مش عارفة يعني فهمت مصطلحات معينة، مش كده؟ طب لازم ما تكونش ابتديت مثلا تشتغل في الاركيتكتشر وانت سوفت وير اركيتكت محترم وانت مش عارف يعني ايه ديزاين باترنز مثلا. ما تبقاش تيم ليدر كويس وانت مش عارف ازاي يعني ايه سي اي سي دي، يعني ايه بايبلاينز، يعني ايه. ما فيش حاجه اسمها كده. الحاجات دي الحقيقه ابتدت تدرس في الجامعات على مستوى عالي جدا. انا بدرسك كونسبتس، وظيفتك كطالب ان انت تروح تطبق الكونسبتس دي، لانه العام الدراسي قصير قوي. انا بديك ماده في 3 شهور كويس، وبديك عليها بروجكت وبتاخد لابس وبتاخد يعني عليها implementation. بس مهما اديتك implementation لو انت ما اشتغلتش على نفسك يعني مش يعني it doesn't worth at the end of the day. تمام. فانا شايفه انه التعليم في مصر بقى كومبيتيتيف جدا على فكره، وكومبيتيتيف حقيقي. يعني لو انت اشتغلت على نفسك وانت طالب واخدت الحاجات اللي انت بتتعلمها في الكليه وبنيت عليها، بتبقى في حته تانية خالص. فيعني responsibility على الجامعه وريسبونسبيلتي على الدكاتره طبعا والمعيدين والكلام ده، بس responsibility الاولى والاخيره عليك كطالب. مش هنقعد نمسك شماعات يعني نعلق حظنا الوحش ولا خيبتنا على شماعة. ما لا فيش. انت بالظبط. وفي مجالنا ده اللي انت بتعمل له استثمار في نفسك بتلاقيه. يعني طالب ابتدى يشتغل على نفسه من سنة تانية ولا من سنة أولى، ولا حتى أنا بشوف طلبة حقيقي داخلين لي في سنة أولى، يعني هو ابتدى يحط لنفسه بلان وادفانسمنت بلان، وابتدى يشوف الكود ده عبارة عن ايه وهدرس ايه، بيحضر نفسه. ده غير طالب ما يعني انا بديله حاجة وهو خلاص. ف انا هسأل في حاجه برضو، معلش عشان لفتي انتباهي في حاجه. هو يعني حضرتك قلتي الموضوع بقى فيه كومباتيتيف او كومبيتيشن عالي قوي، بس الكومبيتيشن دي في نطاق الجامعات الخاصه يعني من خلال ولا الجامعات الحكوميه؟ يعني انا عن نفسي ابتديت احس ان الكواليتي بتاعت الجامعات الخاصه في الاخر عشان في ريسورسز اكتر، في فلوس اكتر، ابتديت احس الكواليتي بتاعتها بقت تفرق شويه عن الحكومي. زمان الكواليتي دي يعني مثلا ايامي شويه ما كنتش حاسس بالفرق ده، لكن بعد كده ايوه ابتديت احس ان الجامعات صح. الخاصه ابتدت تفرق قوي. اوكي يعني خلينا نتكلم من منظورين. المنظور الاول انه الجامعات الخاصه ريسورسز عند الولاد اكتر. امم. كويس. الريسورسز دي انا ممكن اعوضها وانا طالب في جامعه حكوميه بانه اخلقها لنفسي. يعني ريسورسز مثلا في لابس اكتر، في كومبيتيشنز اكتر بتتعمل، في اكتيفيتيز اكتر بتحصل. طب انا طالب جامعه حكوميه، على فكره الجامعات الحكوميه بقى فيها نفس الاكتيفيتيز، ما بقتش زي زمان الحقيقه. يعني دلوقتي بالعكس الجامعات الحكوميه بيتحط لها الكريكولم والكورس ديزاينز بتاعتها هي شبيهه جدا للجامعات الخاصه، مش هنضحك على نفسنا. يعني نفس تقريبا المناهج اللي بتتاخد هنا هي اللي بتتاخد هنا، بس ده واي اوف ان انا باخد المنهج وبعمل. يمكن الجامعات الخاصه بتبقى عندها الاكتيفيتيز اكتر شويه،
فبيبقى الطالب طالع واثق في نفسه. لكن في وقت من الأوقات زمان الحقيقة يعني أنا ما كنتش بثق كتير في الطلبة بتوع الجامعات الخاصة، كنت بثق أكتر في الطلبة بتوع الجامعات الحكومية، لأنه بيبقى ناشف كده، يعني هو طالع شاطر عشان هو شاطر، يعني مش علشان اتداس عليه، لا هو اتداس عليه بطريقة تانية، اتداس عليه بأنه ما عندوش resources. وغالبا اللي بياخدها in the hard way على فكرة يا ماريو بيبقى يعني بيكمل. فدلوقتي يعني مثلا هدخل حاسبات ومعلومات خاص ولا عادي؟ لا، ما انت لو المجموع بتاعك هيجيب ما تدخل عادي، يعني انت شاطر فانت. لكن الخاص شوية بنبقى يعني بنزق الولاد بطريقة او باخرى اللي هم هتتعلموا، يعني هتتعلموا. الحكومة فيها اهو العلم اهو، خدته اهلا وسهلا، ما خدتوش براحتك. مش هتاخد فده على الفرق، دماغك. ده تمام. الفرق. المحك الرئيسي ايه هنا؟ هو برضو الطالب واحساسه بالمسؤوليه، واحساسه والبلان اللي هو حاططها لنفسه عشان يادفانس السكيلز بتاعته. فلو طالب هنا شاطر وطالب هنا في الجامعه الخاصه شاطر، بتفرق بس في الكوميونيكيشنز، في الحاجات اللي هي السكيلز اللي ممكن حتى الطالب يكتسبها من بره. طب هسأل في حتة تانية، الكوميونتي بتاع برضو الجامعات الخاصة بيساعد شوية على السوفت سكيلز. بحس الكوميونتي بتاع الجامعات الحكومية العيال مش لاقية، مش فيش وقت الكحة أصلا عشان هو يتواصل مع حد. صح صح، دي حقيقة وأنا معاك تماما. بس أنا هحكي لك حكايتي تمام. على عجالة كده. اوكي. أنا كنت في جامعة حكومية، أنا خريجة جامعة حلوان والحقيقة أنا فخورة جدا إن أنا كنت أول دفعة كلية الحاسبات من جامعة حلوان، لأن أساتذتي الحقيقة I was blessed يعني. لكن انا مثلا كنت محطوطه في كل الاكتيفيتيز، اتحاد طلبه ماشي، فريق المرشدات اللي مش عارفه ايه، معسكرات اعداد القاده. يعني الحقيقه ان انا كنت بستمتع بالجيرني بتاعتي. ف ف وكونك تحط نفسك في اكتيفيتيز، مش هنضحك على نفسنا، الجامعات الحكوميه ما هي فيها اكتيفيتيز برضو، فيها الفاميليز اللي بتتعمل، وفيها المسابقات والمسابقات دي على فكرة بتنزل للجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. احنا لما بنروح مسابقات على مستوى الجمهورية بيبقى معانا طلبة من الجامعات الحكومية كمان. فمهما كان عندك اكتيفيتيز وانت ما عندكش يعني الحماس او الموتيفيشن ان انت تدخلها، كده كده مش هتفرق انت في جامعة خاصة او حكومية. ده رأيي الشخصي. لكن الجامعات الخاصة بتبقى الريسورسز فيها أكتر أحسن، يعني في مش عارفة مثلا الكوميونيكيشن سكيلز أحسن شوية، علشان في يعني باز كده، الكوميونتي شوية بيخليك تتواصل بطريقة أحسن. الحاجات دي ممكن تتعوض للطالب بتاع الجامعة الحكومية in a way or another بقى. والحقيقة معلش هرجع تاني للأسرة، إنه لو الأسرة أصلا يعني أنا من وأنا صغيرة قوي بعرف أتكلم وبعرف أعبر وبعرف يعني ما بخافش من إني مثلا يعني I'm being criticized أو انتقد مثلا، إيه اللي هيحصل؟ يعني بطلع وبتكلم. فده الحقيقة دي بقى بتبقى سمات شخصية. كون ان انت ما عندكش ريسورسز في الجامعات الحكومية، مش كل الجامعات الحكومية، حقيقي فيه جامعات حكومية هايلة 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 على مستوى الاكتيفيتيز اللي بتعملها للطلبة، ومش هعددها دلوقتي. لكن في جامعات حكومية حقيقي عندها مستويات عالية جدا 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 من الكوميونتي اكتيفيتيز يعني. وفي جامعات حكومية تانية مش هقدر أنكر لازم تشتغل على نفسها بطريقة كبيرة قوي علشان تخلي الطالب اللي طالع منها يعني عنده شخصية وواثق في نفسه. لكن at the end of the day لو انت طالب سواء في جامعة حكومية أو جامعة خاصة ودخلت الاكتيفيتيز أو بقى عندك فرصة ان انت تدخل اكتيفيتيز، ادخل كل الاكتيفيتيز، مش هتأثر خالص على وقت المذاكرة بتاعك إذا كنت عامل تايم مانجمنت مظبوط.
حلو قوي. هسأل برضو في حتة التايم مانجمنت دي دقيقة بقى. ازاي بقى الواحد يعني يقدر يوفق ما بين بقى الشغل والدراسة؟ حضرتك كمان اشتغلتي في مانجيريال رولز كتير. انا ايوه. شايف يعني كنت ببص شوية على لينكد ان، فحضرتك انا شايف في كذا يعني دور اداري. فازاي تقدري توفقي ده ما بين البيت والدراسة في نفس الوقت حضرتك دكتور؟ فازاي تقدري تعملي تايم مانجمنت لكل ده؟ عايزين شوية كده ايه جيفتس او تريكس للتايم مانجمنت يعني. أم، الحقيقه ان انا التايم مانجمنت، انا يعني انا مش بعيش اليوم بيومه يا مريم. مهم. I've never did، يعني ما عملتش كده ابدا في حياتي. مهم. مش بعيش اليوم بيومه. ولحد دلوقتي على فكره بقول انا الاسبوع ده هعمل كذا وكذا 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 دي بالوقت. للأسف الشديد احنا الوقت بيفرد معانا بسبب السوشيال ميديا، وبسبب ان احنا مش قادرين، وان احنا والباص بتاع الحياة بقى شوية يعني صعب، والكومبيتيشن لازم، يعني المنافسة بقت شديدة جدا، فلازم انا ألحق انجح وبتاع وكده. بس الحقيقة انه اللي بيبقى حاطط لنفسه objectives، وحاطط لنفسه زي البلاننج كده في السوفت وير، في ديدلاينز. مهم. في ديدلاينز، انا لازم هطلع النهارده من اليوم بكذا، ما طلعتش منه بكذا بسرعه، الكامباك بتاعك لازم يجي بسرعه. ما تقعدش بقى نشد في شعرنا بقى ونقعد نبكي على اللبن المسكوب. ما هو خلاص يعني احنا وي ميسد ا تارجت، نحاول نري تارجت. تمام. ف يعني التايم مانجمنت مهم جدا، ان انت تبقى بتحاسب نفسك كل يوم انت عملت ايه، عملت ايه في يومك. ومش بتحاسب نفسك for the sake of ان انت تحبط نفسك، بتحاسب نفسك علشان تقول لا انا لازم بكرة هيبقى في كذا. حاجة تانية مهمة قوي بتساهم في انك تحقق اهداف معينة في وقت معين، هو السيلف موتيفيشن. في علم النفس حاجة اسمها الدافع. انت الدافع بتاعك ناحية الكلام اللي انت بتعمله ده ايه؟ طب تارجت وهل اوف. الدافع لسه موجود ولا لا؟ ان انت تبقى سيلف موتيفيتد، ان انت ما تستناش ان انت تتكربج وتتكهرب وتبقى عندك تسليمه بروجكت النهارده، فيبقى الديدلاين بكره اهو، الديدلاين اهو بكره، فانا النهارده بقى ابتدي اشتغل. ده بيحصل كتير جدا، بنسيب نفسنا لاخر وقت. ف دي حاجة خطيرة جدا جدا، ان انت طول الوقت تشوف انت فين من العالم، انت فين من الناس. لما بتجيلي في مشروع التخرج فبيقول لي يا دكتور انا عايز فكرة، فبقول له لا، روح شوف MIT وكامبريدج وهارفارد والناس التانية عملوا ايه. اعملوا كده، خدوا يومين ثلاثة اعملوا ريسيرش وطلعوا افكار وتعالوا نتكلم فيها. لازم تبقى مقتنع ان انت you're not gonna be spoon fed. يعني احنا مش هندي محدش لك هيديك العلم، معلقة. لا، ما ينفعش. ده جزء من التايم مانجمنت، ان انت اصلا انا معتمد على ماريو اللي هو صديقي الشاطر علشان يفهمني الحتة دي، وانت ما بتفهمهاش ليه؟ ما انت عندك وقت اهو. فالتايم مانجمنت الاساس فيه هو ان انت تبقى عندك سيلف موتيفيشن، تبقى بتتحرك من نفسك. محدش بيقول لك اقعد ذاكر، اقعد اشتغل، اقعد خد كورس، تعالى احضر ايفنت، تعالى اعمل كذا. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت تبقى محدد لنفسك الوقت اللي انت تعمل فيه الحاجه دي. ما تسيبش الوقت مفتوح ابدا ابدا. يعني انا فاكره ان انا وانا طالبه في الجامعه كنت بحدد لنفسي سكادول. انا هذاكر كام تشابتر النهارده من الماده دي، وهذاكر كام تشابتر النهارده من الماده دي، وما جلتش الحمد لله، ما كانتش بتجلي. ليه؟ لانه انا عارفه قيمه الوقت بتاعي. انا في وقت من الاوقات كنت بقول لنفسي ان انا هتفرج على التلفزيون نص ساعه، لا النهارده كفايه ربع ساعه، هقعد مع اهلي نص ساعه، هاكل. زمن الاكل كنت بحطه لنفسي بالالارم، انا هاكل في نص ساعه، مش هقعد مش هقعد اكل براحتي، مش فاضي. وساعتين اللي هو ايه ده، انا لسه ما اكلت اصلا، لسه باكل. مفيش الكلام ده. مفيش حد ابدا ناجح الا وعارف قيمه الوقت. الوقت اللي انت بتضيعه ممكن تنزل وده مش معناه على فكره ان انت ما تنزلش تلعب كوره وتقعد على القهوه مع اصحابك وانت تنزلي تعملي شوبينج ومش عارفه ايه، ده مش معناه كده خالص. لكن اعمل اللي عليك تماما،
خلص الاوبجكتيفز او التارجتس اللي عليك، خلص الحاجات الاساسيه بتاعتك، وبعدين بعد كده علشان تسيلبريت، عشان تسيلبريت الوقت اللي انت خلاص قضيته في انك بتشتغل وتتعب وعملت حاجه كويسه فيه. والا هيبقى طول الوقت احنا بنسيلبريت، طول الوقت احنا وقتنا مفتوح وانت بتبقى صاحي الصبح النهارده مش عارف انت هتعمل ايه. دي مصيبه، دي جريمه في حق نفسك إنه حقيقي. الناس اللي تصحى تقول لك في مصطلح دارج من الشباب يقول لك كلام على ايه النهارده. الكلام على ايه النهارده بالظبط. فعلا لو ما هو ما عندوش هنعمل ايه اي حاجه. النهارده بالظبط. الكلام على ايه دي خطيره خطيره، وبتشد بقى. يعني انت اتس وورد اوف ماوث، انت ده يقول كلام على ايه فالتاني يقول الكلام على ايه، فاللي هو ايه يبتدوا يشدوا بعض لتحت، اللي هو ما هو ما فيش حد منهم عنده اي يعني بلان. اي بلان بالظبط كده بالظبط. تمام. هسأل في حاجة أخيرة، يعني أنا آسف خدت وقت كتير، بس يعني لو خالص. معاكي وقت تاني ممكن أسأل تاني. تمام. اه طبعا طبعا. أهمية ال problem solving، أو اللي أنا بديه تحديدا هو competitive programming، اللي هي المسابقات اللي حضرتك قلتيها ECBC و ICBC. طبعا فأنا بشرحها بالموشن جرافيكس. في ناس كتير بتسكيب الحتة دي وتسكيب الداتا ستراكشر ده، بجد ده ناس كتير جات لي كده. طبعا. سكيب الداتا ستراكشر والالجوريزمز، وتسكيب اصلا البروبلم سولفينج، ما يحلش خالص عليه كود، ما يعرفش يعني ايه كود، ويخش يتعلم تكنولوجي ويقول لك انا كده كده التكنولوجي دي هي اللي هشتغل بيها وهجيب بيها فلوس. وانا يا عم اشتغلت في شركه وانا مش عارف داتا ستراكشر الجوريزمز، الكلام ده ملوش دعوه، اتعلمه ليه؟ ايه رد حضرتك على الناس دي؟ عشان ما ينفعش ارد. ردي انه ده كلام لا يعقل، ودي مصيبة بتعملها في حق نفسك. لسه شايفة للأسف دراسة إحصائية إنه الطلب على المبرمجين المصريين ابتدى يقل بسبب قلة الكواليتي. واحنا قدام مشكلة، على فكرة دي مشكلة مجتمعية خطيرة جدا 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 في المجتمع بتاع السوفت وير اندستري. لو ما ابتديناش ان احنا نحلها من دلوقتي بالشباب المنور اللي زي كده، وبينا احنا يعني اساتذه وناس في الاندستري، الموضوع هيبقى حقيقي، مش هتبقى حرفه محترمه. الناس اللي انا بشوفهم دلوقتي الكواليتي بتاعت الديفلوبرز قليله بشكل مرعب. المايند سيتس والبروبلم سولفينج سكيلز بشع، حقيقي بشع. انا مش طالعه يعني ادي نيجاتيف بالسز، لكن الحقيقه ان انا في الحته دي بلبس البلاك هات قولا واحدا. ما فيش حاجه اسمها تبقى سوفت وير انجينير وما تبقاش خدت الجوريزمز وداتا ستراكشر صح مليون في المية. تمام. وبعد كده بقى بتاخد طبعا الاوبجكت اورينتد، وبعدين تاخد الديزاين باترنز، وبعدين ده اللي بيخليك اركيتكت ناجح. طب قبل ما تبقى اركيتكت، ده اللي بيخليك تبقى سوفت وير انجينير محترم، بتعرف تشتغل صح، بتعرف تعمل حاجة فيها كلين كود، بتعرف تحل مشكلة. في لكن ناس مش فاهمة قيمة حل المسائل أصلا. لا في لا ناس لا بتقول لا لي لا لا. هتعلم الجوريزم ستراكشر ومش هحل. في ناس بتقول لي ما كده. فيش حاجة اسمها كده للأسف الشديد. ما هو في اي سي بي نفسي سي الناس تفهم. مثلا الولاد بتقع في مسائل ماثيماتيكال، ومسائل مسائل جيومتري. ماثيماتكس وجيومتري. دي مصيبة، دي مصيبة حقيقي. احنا المجال بتاعنا شئنا ام ابينا الحاجات دي مهمة واساسية، لا غنى عنها ابدا. فان انت تيجي تقول لي ده انا هتعلم فريم ورك ولا اتنين. انا مره يعني بعمل انترفيو لديفلوبر، فبقول له بتشتغل ايه، كان فرونت اند، فبيقول لي انجلر، فقلت له احنا بنشتغل رياكت. قال لي لا والله انا مش عايز اعمل شيفت. فالناس فاهمه انه احنا بنطلع وانس ان هو اتعلم تول ولا اتنين فبقى كده بروجرامر، وبعدين بقى كده سوفت وير انجينير، ولو ان يعني الفرق كبير بس يعني مجازا هنقول كده. لا لا. اللي بيقول لي حتى تخصص من الاول بقول له ارمي نفسك. تتخصص ايه؟ انت لازم تكون بتشتغل باك اند وفرونت اند ومش عارفه ايه، لازم تبقى طموحك ان انت تبقى فول ستاك. الفول ستاك ديفلوبر ده
اللي هو بيكمبيت مع الناس بره، اللي هي الناس بره بقت في حته تانية خالص على فكره. تمام. يعني سمعت اول امبارح انه في ديفلوبرز كتير من نيجيريا الناس عايزينها. نيجيريا، ها؟ ليه؟ لانه احنا للاسف الشديد الكواليفيكيشنز الاثيكال بتقل شويه، والكواليفيكيشنز اللي هي البيزكس اللي فيها الالجوريثمز، وان انت تحل الجوريثمز، وان انت تبقى فاهم يعني ايه الجوريثم اصلا، وان انت تبقى فاهم يعني ايه داتا ستراكشر، يعني ايه ديزاين باترنز. ما بقولكش يا سيدي اتعلم كل الديزاين باترنز، بس لازم تبقى فاهم انه في حاجه في بتظبط الكود بتاعك اسمها ديزاين باترن، وانه في حاجه قبلها اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامينج. فده شيء يا ماريو مرعب. وان ما كانش الناس هتشتغل على نفسها في انها تبقى مقفله الحتت دي وفهماها كويس جدا، وانت كسوفت وير انجينير بتقول على نفسك سوفت وير انجينير وانت اشتغلت بشويه تكنولوجيز وانت مش فاهم الاساسيات، you're not gonna be able to advance yourself. مش هتوصل لمكان. فاكر نفسك هتروح ألمانيا وهتروح أمريكا وهتروح مش عارفة إيه. الناس اللي راحوا، اللي بالشاطر هنا من وهو هنا، هيروح مش هيكمبيت، هيبقى في جاب فظيعة بينه وبين أقرانه، وأصلا أنت مش هتروح غير لما تبقى شاطر، ومش هتشتغل فريلانسر ولا هتشتغل ريموتلي من هنا في شركة محترمة وكبيرة مع ناس تقال إلا وأنت فاهم. غير كده هتبقى زيك زي غيرك. بالظبط. دي حاجه الحقيقه انا مش بكمبرومايز فيها ولا بجمل الكلام فيها. يعني انت جيت لي في منطقه قاتله ما بجملش الكلام ابدا فيها. يعني ما هو انا عشان بشرح، يعني انا في ناس بتيجي تقول لي، يعني انا على القناه مثلا شارح تقريبا 200 مساله، في ناس بيجي لي اسئله عبثيه من نوعيه اللي هو انا المفروض احل 200 مساله. حبيبي انا حل اكتر من 10000 مساله ومش عددهم. 200 مساله ايه؟ 200 مساله ايه؟ انت بتتكلم. احنا بنقيس نفسنا بالشعره، احنا بنقيس مجهودنا. انت اصلا في اول حياتك مش لازم تقيس مجهودك. هو مجهودك ده انت بتinvest في نفسك، انت بتستثمر في نفسك. انت مش بتقيس انت مشيت من هنا لهنا. الناس بخلة قوي، الشباب بخلة قوي في انه في الحته دي مفيش حاجه اسمها انا قعدت لهم النهارده 9 ساعات في الشركه. مفيش حاجه اسمها كده. انت قعدت علشان بتجين اكسبيرينس. بعد كده لما تكبر بقى وتبقى هتبقى الساعه بتاعتك محسوبه، هتبقى انه وقتك محسوب، النص ساعه بتاعتك محسوبه. دلوقتي لا، انت سفنجه، حرفيا سفنجه، بتمتص كل اللي بيتقالك، وبتبقى يعني ايجر جدا 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 جدا، طماع للمعلومه. حليت 200، حل 300، حل 400، وكل شويه بتتشالنج يور سيلف. انت يعني لازم الشباب يكون عندها سورت اوف يعني تشالنجينج، يعني انت يبقى شخصيتك مقاتله، فايتر. للاسف الناس بتجيف اب بسرعه وطاقتها ضيقه. مفيش حاجه اسمها كده ابدا. انا اسف فتحت الموضوع، بس هو عشان بيعصبني شويه بيجيلي النوعيه دي من الاسئله. وهي وانا سعيده ان في شاب من الشباب هو اللي بيتكلم في الموضوع ده. يعني الحقيقه ان احنا لما بنقول كده شويه الناس يعني ما هو انا عشان التخصص بتاعي، وعشان حتى بدي كورسز، فحتى اللي بشوفه في الكورسز، يعني انا الكورس الواحد حاطط 50 مساله منقيهم. 50 مساله ده مش حاجه يا جماعه، ده مش حاجه. ففي ناس بتحسب تقول لي الثمان كورسات كلهم فيهم 400 مساله، وانا لازم احل 400 مساله. انا عايز اقول له 400 مساله دول المتنقيين، دول هو اللي انا بقول لك يا دوبك تتعلم بيهم التوبكس، يعني فاهم؟ دول انا اللي منقيهم كمنتور. انت المفروض تحل اكتر من كده بكتير بعد ما تخلص. بالظبط. انت قلت اهو ان احنا منتورز. ده يرجعني للسؤال اللي انت قلته قبل كده، انه لما قلت لك ان احنا مش بندي غير من 20 ل 30 او ل 40% من العلم ده، لكن انت عليك الباقي. فاحنا بنديك الكونسبتس وبنحطك على اول الطريق، وانت المفروض تقزح، تمشي، تجري. صح. وانا يعني هقول حاجه برضو للشباب يا جماعه، احنا بنقول على الكود فورسز مايند جيم، او بنقول على البروبلم سولفينج هو مايند جيم، رياضه للعقل. انا معرفش حد بينزل جيم بيعد هو شال كام عده وبيعد كام تمرينه وبيقعد لو انت بتعمل كده في الجيم
حلو، فدي مشكله مبدئيا. تمام. ثانيا ما اعرفش حد بينزل هو كل اللي بيعمله بيقول لك لا انا عايز اشيل اوزان اكتر، وبيستمتع بالموضوع لان ده جزء من صحته، جزء من صحتك في المجال ده، ان انت مخك يبقى صاحي اكتف. طبعا. هو البروبلم سولفينج. فمعلش ما حدش يبعت لي سؤال المفروض احل كام مساله. تمام. صح. الله يكرمكم يعني. أيوة. انا اسف انفعلت، بس هو الموضوع ده بجد يعني. بالظبط، زي ليله الامتحان، الناس او قبل الامتحان الناس تقول لي يا دكتور هو احنا هنمتحن في كل المنهج؟ سؤال ما بفهموش الحقيقه. همتحن في بيجي ربعه يا ريس. يعني بيجي لي الاسئله دي كتير الحقيقه، ببقى مستغربه جدا. ما هي هي حاجه شبيهه كده، اللي هو يا جماعه كل المنهج ده البيزكس، يعني ده كده صباح الخير. حقيقي. كل المنهج ده صباح الخير، بعد كده المفروض حضرتك تعرف تفكر بقى على المنهج ده لو جالك سؤال تاني. المفروض يعني. يعني ده المفروض يعني. ايوه. فهي نفس الفكرة. يعني لو حضرتك عايزة تقولي حاجة لإخواتك الصغيرين، أي نصيحة في الآخر لينا، يعني. يعني انا بس هحب، طبعا انا مبسوطه جدا ان انا معاك النهارده يا ماريو، و آه، احب اقول لاخواتي الصغيرين بقى الديفلوبرز وللناس اللي لسه بتبدا حياتها، انه اول حاجه انه انت السيلف موتيفيشن مهم جدا جدا جدا. انت بس اللي هتقرر ان انت هتبقى ناجح او فاشل، مش حد تاني. نجاحك او فشلك بيأتي منك انت. ما تعلقش اي حاجة بتحصل لك في حياتك على شماعة، لانه خلاص انت بقيت راجل كبير ومسؤول، وانت بقيتي سيدة مجتمع، وفي خلاص انتوا ارتضيتوا مهنة معينة لازم تجيبوا اخرها. تاني حاجة ما تهملوش أبدا أبدا ال continuous education. ال continuous education معناه إن أنت بتاخد كورسز، بتقعد تشتغل على projects، بتقعد تشتغل على نفسك كتير قوي 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 قوي. مش بتوزن الحاجة اللي أنت بتوزنها، هو ما فيش ميزان. يعني أنا اديت ساعة فالمفروض أخد كذا. هي الموضوع مش كده يا جماعة. تالت حاجة إنه مفيش حاجة اسمها work life balance بالشكل المفهوم اللي عندكم من أول حياتك كده. مفيش حاجة اسمها كده. أنت في بيكس إحنا بنطلع وبننزل. البيك النهاردة اشتغلت 16 ساعة، بكرة هيبقى الشغل قليل، عملت حاجة النهاردة كبيرة ممكن تهدى على نفسك شوية، وهكذا. الحاجة الأخيرة إنه من غير أخلاق وكوميونيكيشن سكيلز محترمة، ومن غير ان انت بتتقي ربنا في شغلك، الحقيقة دي اللي بسميها الشمسية اللي بتظلك من المآسي اللي ممكن تحصل في اي حتة، في شركة ولا في الحياة. ف تحلوا بأخلاقيات وكونوا على ثقة دائمة بأنه مفيش حاجة أبدا أنت بتستثمرها في نفسك أو في نفسك إلا لما هتلاقوها قدام، حتى لو مش الإمباكت بتاعها دلوقتي. بتيجي، صدقوني بتيجي. مش مديرك مش هيغلس عليك وهيقولك اعمل دي وانت عملتها غصب عنك، او عملتها حتى برضاك وانت راضي. وحولوا يا جماعة الحاجات الوحشة اللي بتحصل لكم، المواقف، ل success stories. اعرفوا ازاي تعملوا ده، وده بيعزز جدا من دفاعاتكم النفسية. الطالب اللي دايما بيعمل ماسك قلم ورقة وبيقيس نفسه بالشعر ده، ده دفاعاته النفسية بتبقى ضعيفة جدا جدا جدا. حاولوا زي ما بتفهموا سوفت وير تفهموا سوفت سكيلز، وتاخدوا سوفت سكيلز وتسمعوا للآراء كلها. حاولوا ما تحقروش من آراء بعض، ما تحقروش من أي حد بيقول أي حاجة، ما تطلعوش بعض على المسرح. علشان يعني لازم كل واحد فيكو يبقى فاهم كويس قوي انه he is gonna be a team player. محدش فينا في المجال بتاعنا ولا في اي مجال على فكرة بيلعب لوحده او بيشتغل لوحده. انا مدام جزء من بنية قوية معناها تيم قوي. لو انا جزء من تيم قوي انا هبقى قوي وناجح. فدي كده شوية نصايح اتمنى انه ان شاء الله الناس تستفيد بيها يعني. تمام، ده كان يعني كل حاجة. آم،
اتمنى ان تكونوا استفدتوا بالبودكاست ده. انا عن نفسي استفدت مع دكتور مروة جدا يعني. نورتنا النهارده. ويعني ابتسموا، استمتعوا بالفيديوهات. انا مش عارف لو دكتور مروة عندها تشانل هسيبها لكم في الديسكريبشن. آه ويعني ده كل حاجة. انتظروا بودكاستات قوية جدا جدا جدا. ابتسموا واستمتعوا بالفيديوهات. سلام. بس ده كده كل حاجة يا دكتور. بس يا ماريو.